مشاهدينا، القرآن الكريم يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. المسجد الأقصى قضية، وقضية مو قضية محلية عادية أبدا، قضية عالمية. والآن نرى كيف أن الدول الغربية ودول العالم تصطف صفا بطائراتها بجيوشها خلف دولة بني إسرائيل. وبني إسرائيل مثل ما تعرفون يا مشاهدينا تحارب المسجد الأقصى. عملية محاربة المسجد الأقصى عملية عجيبة غريبة يعني، لذرائع، لأسباب، لأفكار هم يطرحوها. فالمسجد الأقصى أصبحت قضية عالمية، العالم بأكمل الآن يصطف، إلا القلة والله، إلا القلة من بعض الشعوب، من بعض الدول الإسلامية العربية القلة جدا اللي تقف مع القضية الفلسطينية. أما العالم بأكمله بمعداته يصطف خلف دولة بني إسرائيل، دولة الكيان الصهيوني، وهذه الدولة هي تحارب القدس والمسجد الأقصى. إذن المسجد الأقصى والقدس أصبحت هي قضية عالمية. بالمقابل هذه الدول التي كانت تدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان تقف خلف الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقتل الأبرياء، يقتل المدنيين. كلها أفكار واهية ونظريات واهمة، ما في تطبيق. هذه الدول الأوروبية غيرها ودول الغرب بأكمل اللي يدعون حرية الإنسان وحرية كذا وحرية الحيوان يقفون خلف الكيان الصهيوني وما يفعله في فلسطين وفي غزة. بالمقابل أغلب الشعوب العربية والإسلامية يا عجيب يعني في سبات عجيب غريب، يعني أمة في سبات وفي نوم إلا القلة القليلة. وهذه مشكلة يا سبحان الله. يعني كنت دائما أكد في هذا البرنامج أن هؤلاء أرباب الطائفية وهذه الجماعات التكفيرية هي بالأصل جماعات صهيونية، والدليل هذا موقف الآن سكوت. كانت تحرض الأمة على الاقتتال مع ضعافها في سبيل أضعافها، والآن الأمة نائمة وفي سبات كامل وما لها علاقة أصلا بالموضوع. اللهم يرحم الشهداء ويشافي الجرحى، ونتمنى مواقف حقيقة يعني مواقف الأمم المتحدة أيضا مواقف سلبية، ما أعرف مواقف الجامعة العربية، العمل الإسلامي، ما أعرف. هذا الشعب الآن شعب في غزة يحاصر، والأطفال والنساء والأبرياء العزل تقتل على مرأى من الجميع. حياكم الله مشاهدينا.